المدانين دول اللي سابوهم يغتصبوا الاطفال فيهم راجل عنده 60 سنه، عنده 60 سنه، يعني فاضل له يومين ويموت. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم انت؟ روح اتقي ربنا، جاي تتحرش بعيل اخرس مش هيعرف يتكلم معاك. يا جماعه عارفين اللي حصل في مدرسه سيدز الدوليه للغات اللي تم الاعتداء من 4 عمال شغالين فيها على الاطفال هناك؟ هم لغايه دلوقتي بيقولوا 5 اطفال، بس انا اعتقد انهم اكتر، لان دول ده بس اللي تم اكتشافهم. يعني في اهالي ممكن تكون مكسوفه مش عايزه تقدم، وممكن تكون في اهالي ما تعرفش لغايه دلوقتي. يعني الموضوع ده اتعرف ازاي؟ من ام بالصدفه لقت عند ابنها مشكله في البول، راحت توديه للدكتور قال لها ده تم الاعتداء عليه. الام خدت الطفل وطلعت تجري على الاسم، عملت فيهم بلاغ، وطلعت لقيت في بلاغات تانية كتير بتتقدم. بس هل هم 4 بلاغات او 5 بلاغات بس؟ يعني المتحرشين دول موجودين في المدرسه بقالهم سنين، مش هيبقوا مغتصبين النهارده او من اخر شهر. دول شغالين في المدرسه بقالهم سنين، فهم غير سويين من يوم ما تعينوا في المدرسه، لان الافكار دي في دماغهم على طول. فمن يوم ما تعينوا في المدرسه وهم بيغتصبوا في الاطفال. وهنا اجي اسال سؤال للمدرسه: طول السنين دي ما اكتشفتيش ان العيال دي بتغيب فتره معينه وترجع تاني؟ يعني ان العيال دي مش موجوده في الحصه او في الفصل، او ان شنطته مثلا ما خدتيش بالك خالص انه مش موجود، خلاص ماشي ماشي، مش ما خدتيش بالك للمدرسه ان هو مثلا مكانه فاضي او شنطته موجوده او اي والكلام الجميل ده، ما خدتيش بالك. طب وهو راجع ما سالتيهوش هو فين؟ كان بيعمل ايه؟ كان مع مين؟ ما سالتوش حصل فيه ايه؟ ما شفتيش شكله متلخبط متغير بيتهته في الكلام؟ كل حاجه كانت تمام؟ طيب مفيش كاميرات؟ مفيش كاميرات تظبط العيال وتشوفها هي رايحه في؟ ده انتوا مدرسه انترناشونال بتاخدوا فلوس بالهبل، بتاخدوا فلوس بالهبل. المفروض جزء من الفلوس دي يحصل فيه تامين للمدرسه وجهاز انذار وكاميرات في كل مكان، حتى في الحمام في الطرقه بتاعت الحمام. ايه ابيض خالص؟ الفلوس من الاهالي تتحط في جيبكم على طول؟ امال سموها انترناشونال ازاي؟ يعني انا كنت تعليم حكومي، انا ما اعرفش بصراحه الانترناشونال، لكن انا شايفه اللي حصل للاطفال ده مصيبه، ومصيبه كبيره. يعني عيل اتلبس له ماسك علشان يهددوه ويخوفوه ويروعوه، وتم تهديده، وان هو ما تقولش لابوك ولا امك، والا العيال دي كانت راحت قالت، وتم اغتصابه. يعني هددتوه واغتصبتوه وخوفتوه وتم الاعتداء عليه. يعني في جريمه اكتر من كده؟ في جرايم اكتر من كده؟ انا ما شفتش كده بصراحه، بصراحه عمري ما شفت كده في حياتي. يعني على فكره سمعت برضو عن حاله تحرش من مدرس في مدرسه في الجيزه بطالبه، وتم تحويله للتحقيق. المفروض ده يترفض خالص. تحقيق ايه؟ يعني ايه اللي بقى بيحصل في المدارس؟ ايه اللي بقى بيحصل في المدارس دلوقتي بجد؟ يعني دلوقتي المشكوره وزاره التربيه والتعليم حطت، يعني وزاره التربيه والتعليم مشكوره طبعا، حطت ايدها على المدرسه، حطت ايدها على المدرسه اداريا وتعليميا، وبصراحه هو المفروض يحصل. وهيدوروا على جميع المخالفات في اي مدرسه دوليه. بس ليه ما بنعملش حاجه غير بعد المشكله ما بتحصل؟ ليه؟ انا عايزه اسال بس، هل طرد المعلمين والمفروض ان دلوقتي زي ما قال المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم ان دلوقتي بقت المديره او المدير وكل العاملين اللي فيها او كل المدرسين بقوا بره المدرسه. بس هل كفايه طردهم؟ دول سابوا عيال تغتصب على مدى سنين، سابوا عيال تغتصب على مدى سنين. هل كفايه طرد الناس ديت؟ ولا المفروض ان هم مدانين اكتر من مدانين نفسهم؟ ده سابوا العيال تغتصب سنين، ازاي بس تكتفي بطردك؟ ده المدانين دول اللي سابوهم يغتصبوا الاطفال فيهم راجل عنده 60 سنه، عنده 60 سنه، يعني فاضل له يومين ويموت. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم انت؟ روح اتقي ربنا، جاي تتحرش بعيل اخرس مش هيعرف يتكلم معاك، مش هيعرف يدافع عن نفسه. طب ما يعني انا مش فاهمه انتوا جنسكوا ايه؟ جنسكوا ايه؟ والله العظيم الحيوانات يمكن هترحم عنكم شويه لما تاخد عيل تهدده وتروعه وتغتصبه. يبقى فاضل ايه تاني؟ يبقى فاضل ايه تاني لما تهدده وتروعه وتغتصبه؟ فاضل ايه تاني؟ عيال الناس مش لعبه، عيال الناس اللي مسلماهم لكم امانه تربوهم او تعلموهم، لانها اسمها وزاره التربيه والتعليم، وانتوا سبتوهم يغتصبوا.
وللمجرمين دول او المدانين دول المفروض انتوا من المحاكمه على الاعدام على طول، على الاعدام على طول، عشان بعد كده تبقوا عبره لغيركم. واي حد يغتصب طفل صغير على الاعدام على طول، ده اللي المفروض يحصل بصراحه. ارجو القانون ده يتنفذ ويتعدموا علشان يبقوا عبره لغيرهم، يبقوا عبره لغيرهم، لانهم بيغتصبوا عيل لا يفهم اي شيء في اي شيء. يا ريت حد كبير يقدر يقاومهم، لكن طفل صغير منكم لله، بصراحه منكم لله.